عاملين ايه يا حلوين؟ وحشتوني قد الدنيا كلها. بصوا انا لسه صاحيه من النوم، فده باين على صوتي وباين على شكلي. انا كنت مطبقه من امبارح، ما نمتش غير ساعتين بس. الساعه دلوقتي تقريبا 3:30 او 4. جيت الظهر كده قمت خطفالي ساعتين وقلت لا اقوم كده يمكن اقدر ان انا اظبط نومي واجي على الساعه 12 واحده انام، لان انا بقالي فتره طويله نومي ملخبط، وده سبب من الاسباب اللي بتخليني ان انا اغيب عنكم هنا في القناه ومش بقدر ان انا اواظب عليها. ادعوا لي وادعوا لاختكم هدى ان هي يومها ونومها يتظبط. قولوا كده في الكومنتات طمنونا عليكم عشان انتوا والله العظيم وحشتوني. انا كده كده ورايا شويه شغل، في حاجات انا كنت بداتها من امبارح بالليل بما اني كنت مسهره ومطبقه يعني ومش لاقي حاجه اعملها، قعدت انكش كده في الحاجات الشتوي. فالنهارده الروتين هيبقى بروايح الشتاء، بس نفوق الاول كده ونفوق ونشجع بعضينا. يلا بينا كده على الفيديو على طول. واحنا في اول الفيديو كده يا حلوين نصلي على النبي عليه افضل الصلاه والسلام ونوحد لا اله الا الله، وما تنسوش تعملوا لايكات كتير للفيديو ده. اول حاجه طبعا هعمل لها كوبايه قهوه. طول اليوم بصراحه ما شربتش قهوه، فانا هعمل كوبايه قهوه ايه ظبط الظبط. يعني ايه ظبط الظبط؟ يعني مظبوطه تقيله شويه عشان تدخل تضرب. حتى انا ما اكلتش من امبارح والله، فهعمل قهوه كده وناكل حاجه مع بعض ونبدا شغلنا. انا سايبه كل حاجه على وضعها، هنظبط الدنيا دي كلها دلوقتي وهنروق كل حاجه. عايزاكم انتوا كمان تتشجعوا وتتحمسوا كده لو وراكم اي حاجه. هو تقريبا الشتاء ده دخلته الواحد بيبقى يعني مكسل كده، مش عارفه انا اللي كده لوحدي ولا في كتير زيي. انا بصراحه مكسله قوي. الشتاء كله بالنسبه لي بيبقى عباره عن كسل، اكل وشرب وانتخ، ما بحبش اعمل فيه اي حاجه غير كده. احط كوبايه القهوه. على ما القهوه تتعمل اروق الحوض، ومفيش فيه يعني طبقين وكوبايتين، حاجه بسيطه كده هنروقه عشان الحوض بتاعنا يبقى رايق والمطبخ كله يبقى رايق. بقيت بكسل اشرب ميه، مش عارفه ليه. مش بكسل، بنسى اشرب ميه. بس يا كلبو عملت القهوه بتاعتي وجبت كده واحده دومتي بطعم ايه الجبنه الاسطنبولي. فنفطر كده فطار متاخر. بسم الله. قلت كده اطلع اشرب القهوه بره بحيث ان انا اغير مود كده وافوق اكتر. حلو، طعمها حلو. قولوا لي يا حلوين كده، استعديتوا لاجواء الشتاء وبداتوا تفرشوا فرش الشتاء بقى وكده ولا لسه؟ يعني اللي هو حاجات بسيطه. انا عن نفسي والله لسه ما عملتش حاجه، انا لسه كنت بادئه من امبارح ابدا اطلع اللبس الشتوي وكده وما كملتش. لسه ما فرشتش فرش الشتاء للسراير والحاجات دي بتاعي بطاطس، فانا لسه ما عملتش اي حاجه من الحاجات دي. عايزه ابدا كده اطلع اهم حاجه اللبس الشتوي، لان خلاص الواحد ما عادش قادر ان هو يلبس صيفي. الواحد بيجي بالليل بيبرد، وفي نفس الوقت مش قادره البس لبس شتوي تقيل. يعني انا مثلا ده بالنسبه لي كده لسه اللي هو حلو كده. بطاطس صوت الكلاب مخوفه، قاعد ماشي كده، عارفين اللي هو عامل زي الحرامي اللي بيتسحب كده، هو عامل كده بالظبط. انا هقعد اشرب القهوه كده واقعد اشم شويه هوا واستجم كده وافوق علشان نبدا المعركه بتاعتنا، عشان احاول على قد ما اقدر انجز اللي ورايا ده في اسرع وقت. يلا بينا يا حلوين كده، وانتوا كمان قوموا تشجعوا وتحمسوا. مش خايفه من ايه من الكلب؟ انتي لوحي انتي لوحي انتي لوحي. تخاف من الكلب وانا موجوده؟ طب الكلب هيخش لك جوه ازاي يعني؟ تخاف وانا هدى موجوده؟ مش عاوزاكم تتخضوا من الكركبه اللي انا فيها، لان انا زي ما قلت لكم طلعت جزء ودخلت جزء وسبت الباقي زي ما هو كده. فيلا بينا نكمل مع بعض. انا اكتر حاجه كنت يعني مركزه عليها ان انا اطلع لبس الخروج. لبس البيت احنا لسه بصراحه لسه ما تقلناش. اهم حاجه بالنسبه لنا اللي بنلبس الحاجات اللي هي الخريفي، اللي هي بكم بس خريفي كده مش تقيله قوي. لما بنيجي خارجين بقى او بنصور او كده بنبقى عايزين اللبس الايه الخروج اكتر حاجه. فهبدا ان انا ايه اطلعه كده. كنت انا عامله مقلب اللي فاكر، وكنت لما الهدوم في الشنطه دي. عايزه اقول لكم ان اغلب الهدوم لسه زي ما هي، كسلت ان انا اشيلها من مكانها. والله عايزه اشيلها لان انا ما بعينش هدوم في الشنطه. الشنطه ديت بنخليها لما بنيجي رايحين مشوار او حاجه نحط حاجتنا فيها. الهدوم عايزه اخدها احطها مكان الشتوي واطلع بقى الشتوي كله. اكتر فقره ما بحبهاش انا ما بين الصيف والشتاء ان انا اطلع لبس الشتوي وادخل اللبس الصيفي والحكايات دي كلها. طبعا الناس اللي بتحب الشتاء بيبقى بالنسبه لهم دي يعني ايه حاجات تحفه بالنسبه لهم، اسعد لحظات. احلى حاجه ان انا عندي الدولاب ده والدولاب ده جنب بعض، فباخد من هنا احط هنا واخد من هنا احط هنا.
حودة في مشوار، فعايزة على ما هو يجي ان شاء الله اكون انا انجزت اكبر قدر من الشغل اللي ورايا ده. ما تتخضوش ما تتخضوش، انا منضفه السجاده والله يا ولاد. انا بقى لقيت نفسي غايبه عنكم، والغيبه عماله تطول، ويوم بيجيب يوم وبيجيب التالت وبيجيب الرابع. انتوا كلكم بصراحه دخلتوا لي اصلا على الخاص، يا نهدى انت فين، يا نهدى انت فين. فانا قلت لا لا، انا اقوم اتشجع واصور فيديو. واعذروني بقى على التصوير، طبعا حوده لو كان هنا كنا صورنا الفيديو بشكل حلو زي الفيديوهات الاخيره، كانت عاجباكم قوي انا عارفه ومحمساكم. ان شاء الله الفتره الجايه فيديوهات احلى واحلى باذن الله. الشنطه ديت عايزين نجيب منها الشماعات، مش ناخد شماعاتنا كده. خدنا الشماعات، انا هعمل بقى ايه حركه كده، هدوم الصيفي نخليها كده على جنب هنا عشان نوسع مكان وارتبها. ده برضو خامته حلوه لسه برضو بلبسه. الحاجات اللي هي التقيله والجواكت والحاجات دي هسيبها في ضرفه هنا لوحدها، والحاجات اللي هي التيشيرتات والحاجات دي هسيبها هنا عشان الدولاب ايه ياخد معانا كده، لان كده هيبقى فيه ايه بصراحه هيبقى فيه زحمه. ان شاء الله مع الوقت عايزه ابقى اعمل الدريسنج اللي هو اللي متقفل بقى ولافف واخد الاوضه كلها، بصراحه بيستغل المساحات حلوه قوي. بس واحده واحده ان شاء الله الواحد يعمل ايه الحاجات دي. عايزه اما اخرج كده اجيب لي شويه طرح واكمل بقيه الوان البندانات، عشان الشتاء في الوان مختلفه، وانا كان عندي البندانه اللي هي تتربط من ورا ديت، بس انا ما كنتش بحب ان انا البسها، ما كنتش بحب شكلي فيها اصلا. بقيت حابه اللي هي البندانه زي اللي انا لابساها اللي هي بتبقى طالعه لقدام دي، بحس شكلي مظبوط فيها، شكلي حلو يعني ولايقه، ما بحبهاش مرفوعه فاهمين. بقيت بحب البندانه تبقى لازقه كده، فما كنتش حباهم. فانا عايزه اجيب بقى بقيه الالوان من البندانات دي اللي هي المقفوله، لما اجيبها هبقى اوريها لكم. وعندي هدوم الشتاء عايزه لها ايه شويه الوان كده طرح تحييها فاهمين، تجددها. يعني انتوا ممكن يبقى عندكم طقم بقاله كذا سنه، ساعه ما تغيروا الطرحه بتاعته او البنطلون او شنطه او شوز، تلاقوا الطقم كده حية كده وبقى حلو واختلف. فانا عايزه اعمل كده، عايزه اجدد الالوان ديت بالوان طرح مختلفه تحييها كده وتديها زهوه حلوه. اخلص انا بقى الهدوم يا حبايبي علشان هتاخد وقت طويل، ولسه اعمل هدوم البيتي وكده اطلعها وادخلها. هخلص بقى الليله الطويله ديت واشوفكم كمان ساعتين تقريبا ولا ممكن ساعه ولا ممكن 3 والله مش عارفه، الحوار ده بياخد وقت طويل جدا. وبعد كده نشوف هنعمل ايه، لان يومنا او ليلتنا مكمله مع بعضنا، فيلا بينا. خلصت فوق كده وجمعت شويه حاجات عايزه تتغسل، فيهم حاجات صيفي يعني ايه هم نضاف بس عارفين اللي هو استعمال مره كده، فانا عايزه اديهم غسله عشان اللي يتعمل منهم يتعان. اديهم غسله سريعه كده. اخر شويه مسحوق كانوا عندي. ضغط ضغط ضغط. دماغي بتلف. بسم الله الرحمن الرحيم. لما نزلت من فوق وبحط الهدوم وقمت فجأة كده ضغط، وحسيت كده ان وشي كأن في حاجة ساقعة طالعة منه، مش عارفة في ايه. بسم الله. بصي بطاطس، ضربات قلبي بتعمل كده. اشغل الغسالة واقعد لان حاسة ان انا مش قادرة اقف الصراحة، وبعدين اشوف انا هقدر اكمل اصلا ولا مش هقدر. مش عارفة ايه اللي حصل، مش عارفة ايه اللي حصل، بس قعدت ارتحت لي بتاع نص ساعة كده، حسيت ان انا كويسة. ممكن يكون ده ارهاق من قلة النوم، او ممكن انيميتي نازلة بصراحة مش عارفة. احط اكل كده للعصافير، ما عندهمش اكل. الواحد كان متحمس متنشط، بس حسيت فجأة كده ان انا خلاص مش قادرة. بس هكمل ان شاء الله عشان انا ما بحبش ان انا استسلم. انا ارتحت وبس، هرتب بس الريسبشن كده برضو يعني براحتي على قد يعني، مش هرهق نفسي قوي، وهنشوف. زقزق بقى ومرزوق. يا عصفورة انت والعصفورة بتاعتك اللي مبهدلين الحتة، عايزة اجيب لهم فرشة كده احطها لهم تحتها، مثلا حتة سجادة مش بستخدمها، حاجة تكون خفيفة احطها تحتهم كده، بحيث ان هم بيوقعوا اكل كده تنظيفها سهل يعني، ما يبقاش واقع على السيراميك، عشان السيراميك الحاجة اصلا بتطير، عشان ما نجيب بنسيبهم بره خلاص لان الجو برد، فما عادش ينفع نسيبهم بره. الريسبشن عندي مكركب، اهم حاجه بصراحه عايزه ارتبها علشان طبعا ديت قعدتنا على طول، فعشان تفتح النفس كده على القعده. انا كنت عاملاها بالمكنسه، بس هي بس فيها شويه حاجات عايزه تتلم كده. البطانيه دي بقيت بسيبها هنا عشان خلاص الجو بدا يبرد، فاحنا سهرانين نحطها علينا كده من البرد او حاجه. البخاخه دي حاطه فيها ميه وحاطه فيها فريده اللي هو بريحه العود، ولما باجي بمسح الازاز او حاجه برش منها شويه وامسح بحيث ان الازاز يبقى ريحته حلوه. حطها جنبي كده بمسح حاجه سريعه، حاجه وقعت مش عارف ايه تبقى حلوه. بعمل برضو بيها الرقيه، بس بصراحه رخمه قوي عشان تبخوا منها، لازم افضل احط صبعي هنا كده واقعد لحد ما تجمع وتقوم مطلع.
قبل ما اكنس حوده كان طالب اوردر، والاوردر جه وانا استلمته، فكنت رايحه افتحه اشيك عليه اشوفه مظبوط ولا لا، فقلت اما اشارككم معايا الانبوكسنج الجميل ده. بصوا دي شنطه علشان الكاميرا وعلشان الجيمبل، كان عندنا واحده بس ما كانتش يعني امتن حاجه، ايديها بدات تتقطع، اشترينا دي شكلها حلو ولونها حلو، واحد اشتغل متحمسه اشوف التقسيمه بتاعتها. معاها ديت علشان تحافظ عليها اعتقد، عشان نلم الشنطه جواها، تبقى متقسمه كده اماكن عشان الكاميرا والعدسه والجيمبل والحاجات دي، فيها بقى ايه فتحات اضافيه. حلو والله. فيها كده ديت اعتقد ممكن تاخد بقى السلوك، تاخد اللابتوب، تاخد حاجه كمان. ما شاء الله ما شاء الله، ده وزنه تقيل كده، حلو شكله متين جدا. اما حوده يجي بقى يتعامل معاه كده. انا شيكت على الاوردر تمام زي الفل. نخليهم بقى على جنب كده، ادخله في الشنطه بتاعته، اكنس بقى عشان المع الحته وبكده الريسبشن يكون رايق. هو زي ما قلت لكم انا كنت عاملاه امبارح بالمكنسه، كنت مسحاه بس ايه يعني شويه حاجات واقعه كده من الدخله والطلعه والقعده، بناكل ونشرب هنا طبعا، فبس ايه يتلم سريعا كده. بطاطس تعمل ازعرينا ليه؟ لا منك بتشتغل ولا منك قاعد ساكت. الركنه كده في حاجه واقعه عليها هنا كده، فامسحها لان شكلها وحش، زهره كده الركنه كمان لونها غامق، اي حاجه عليها بتبقى زهره. دي الفوطه اللي هي بتاعه التراب وكده بتنضف برضو اي حاجه واقعه. كان واقع على البفه بتاعه الركنه ديت قهوه، مسكتها قعدت امسحها بالفوطه ديت، نضفت وبقت زي الفل الصراحه. دي برضو خلاص طلعت من تنظيفه واحده، مش عارفه دي حلويات دي ولا ايه، بس كده خلاص زي الفل. بس كده يا حلوين، اقفل معاكم الفيديو لحد هنا لان انا بصراحه ما كنتش قادره ان انا اعمل حاجه. انا كان ورايا حاجات كتير لسه عايزه اعملها وعايزه اشاركها معاكم، بس حرفيا حاسه ان انا نفسي اصلا بيتقطع، مش عارفه في ايه مالي كده. الحمد لله، لكن انا حرفيا فعلا مش قادره ومش عايزه اجي على نفسي اكتر من كده عشان ما اتعبش اكتر، وكمان حوده مش هنا فمش هلاقي حد يلحقني. كفايه شغل لحد كده، حتى بعد ما اقفل الكاميرا انا هقعد مش هعمل اي حاجه. يا رب الفيديو يكون عجبكم واستمتعتوا بيه حلوين. لو عجبكم الفيديو بقى ما تنسوش تعملوا عليه لايكات كتير جدا جدا، واللي بيتفرج علينا لاول مره مش عامل اشتراك ما تنسوش يعمل اشتراك للقناه ويفعل زرار الجرس، واشوفكم ان شاء الله في فيديوهات تانية على خير. باي باي.